ده تقريبا اكتر سؤال بيتسال لي، اكتر سؤال بشوفه في الكومنتس، واكتر سؤال بيتسال عامه: ازاي اسعر شغلي وايه السعر المتوسط في السوق للفيديوز دي. طبعا هو برايسنج سيستم ده كبير قوي، يعني حاجه كبيره ان انت تسعر شغلك اصلا. عشان كده احنا حتى في الدبلومه عاملين كورس كامل بيرسونال براندنج، كورس كامل فريلانس، عشان يبقى عندك السوفت سكيلز الكامله بجانب التكنيكال سكيلز، عشان في الاخر تخرج ببراند ليك تعرف ان انت تكمل بعد كده عليه. لان هو الموضوع مش بسيط كده، وللاسف كتير من الناس بيبخس حقه وبيبخس مجهوده. ان هو بيكون فاكر لما بيجي يسعر، هو بيسعر على مثلا قاعد في الفيديو ساعتين مثلا ثلاثه، هو فاكر ان السعر اللي بياخده على الساعتين اللي قعدهم في الفيديو دول. وده غلط كبير، يعني في حاجات كتير قوي بتحطها في الاعتبار لما بتيجي تسعر الحاجه. طيب تعالى بقى نشوف، ناخد خلفيه كده بسيطه خالص عن الموضوع. اول حاجه ان انت بتحطها في الاعتبار اللابتوب بتاعك. انت الفلوس اللي انت دافعها في اللابتوب ده، الكلاينت هو ما عندوش لابتوب يعمل عليه، او عنده طبعا مش بيشتغل. هو اقصد ان اللابتوب اللي انت مشتريه ده لازم تحطه في الاعتبار، لازم يكون ليه سعر. تمام. تاني حاجه المجهود اللي انت بتعمله، انت المجهود ده بتتقسم لحاجتين. يعني الاستثمار اللي انت عملته في خلال السنين اللي فاتت او الشهور اللي فاتت، انت مثلا دفعت فلوس كورس، عملت مجهود لمده مثلا 6 شهور سنه كامله بتتعلم، وفي الاخر عشان تطلع له الفيديو في ساعتين ثلاثه، فانت مش بتاخد السعر على الساعتين ثلاثه دول، انت بتاخد السعر على السنه كامله اللي انت بتتعلم فيها. فدول تاني حاجه، او دول يعني مع بعض كده. رابع حاجه الادوبي اب سبسكريبشنز، انت بتدفع فلوس اشتراك للادوبي، دي كمان لازم تحطها في الاعتبار. انت ده كله تمام، ده كله جزء من التسعير، عشان ما تفتكرش ان الموضوع بسيط كده. خامس حاجه وهي الايديتس، والايديتس دي عامه يعني لما بيكون حد بيقدم خدمه معينه، تقريبا اسمها الهلاكي او الهلاكيه يعني المينتننس، سعر المينتننس بتاع الحاجه دي. فانا بتكلم المينتنس حاجتين: الاديتس لللابتوب والكمبيوتر بتاعك. يعني مثلا لو هتعملوا تصليحات والكلام ده كله لازم تحطه في الاعتبار، لان كل حاجه ليها عمر افتراضي. ممكن في لحظه اللابتوب بتاعك يبوظ، تبقى مضطر ان انت عاوز تعمل له مينتنس. تمام. فده كمان لازم يتحط في السعر. تاني حاجه الاديتس ذات نفسها في البروجكت، نفس الكلام، دي كمان برضه لازم تتحط في الاعتبار. ان انت مش مجرد ما الكلاينت هيدفع لك فلوس فخلاص هو هيشتريك بقى، اللي هو اعمل لي اللي انا عاوزه كل حاجه. لا، لازم في عدد معين، ليميت معين، وبعد كده هيكون الاديتس بفلوس. سادس حاجه البراند، انت لو ليك اسم بعد كده خلاص انت لازم تحط سعر على البراند ده. ما هو انت خلاص انت اتشهرت مثلا او بقى ليك اسم، ده ليه سعر مخصوص. وسابع حاجه اللي هو اصلا تقريبا كله بيركز على اخر حاجه دي بس ويسيب الباقي، وهي ال سوري البروفيتس، الارباح بتاعتك. انت اصلا بتاخد الارباح وبتنسى ده كله. لا، انت بعد ما عملت ده كله تبدا بقى تشوف الارباح بتاعتك هتكون كام، تزود بقى على الحاجات دي كلها. طبعا البرايسنج سيستم حاجات كتير قوي. انا اتمنى بس ان ايه، خدنا نبذه بسيطه كده. لو عجبتكم نوعيه الفيديوهات دي ممكن ان شاء الله ايه نكمل يعني بعد كده. فاكتبوا لنا كده رايكم في الكومنتس، يعني لو عجبتكم ان احنا نكمل سلسله فيديوهات شبه كده يعني ان شاء الله.